يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده ان شاء الله طريقه عمل البيتزا. هعملها لكم بعجينه هشه وطريه جدا، بجد لو جربتوا طريقتي بطريقه عمل عجينه البيتزا بجد هتعجبكم جدا. وعملت النهارده البيتزا باتنين صوص، بصوص الصلصه العادي وبصوص الرانش. بجد من النهارده مش هتشتروا البيتزا من بره خالص، هتبقوا محترفين جدا في عمايلها. فيلا معايا عشان نشوف الطريقه بالتفصيل. اول حاجه لازم نختبر الخميره بتاعتنا، عشان ممكن بعد ما نحط الخميره في العجينه نلاقي العجينه ما نفشتش معانا ولا خمرت. فاهم حاجه قبل ما نبدا لازم نعرف ان الخميره بتاعتنا صالحه للاستخدام ولا لا. فبنجيب كيس الخميره بنحط عليه معلقتين سكر وربع كوبايه من الميه الدافيه، اللي هي دافيه زي دمعه العين، مش دافيه سخنه، لان الميه السخنه بتبوظ الخميره بتاعتنا خالص. فلازم تبقى الميه دافيه مش سخنه. هنا انا كنت هعمل حوالي 6 صواني بيتزا لان كان عندي عيد ميلاد وكده، فكنت عايزه اعمل كميه. فكيس الخميره الواحد بيتحط له 3 كوبايات دقيق. انا هنا حطيت 2 كيس خميره عشان احط 6 كوبايات دقيق. هنا لما بقول 3 صواني بيتزا مش معنى كده ان 3 صواني كبار، لا، 3 صواني بيتزا اللي هي 3 احجام، الوسط والصغير والكبير. فكيس الخميره بيتاخد 3 كوبايات دقيق بيتعمل له 3 احجام من الصواني البيتزا. انا هنا كنت عامله الضعف، فالكميه دي اللي قدامك اللي بعملها عايزه تقلليها قلليها. هنا الخميره خلاص كانت جاهزه ونجحت معايا الحمد لله. هبدا بقى احطها في العجانه وانزل عليها بكوبايه زبادي. لو هتعملوا نص الكميه كوبايه زبادي، هتعملوا الضعف زي ما انا عامله يبقى كوبايتين زبادي. هنا انا هتكلم معاكم على اساس انا هعمل 3 صواني، يبقى كيس خميره عليه معلقتين سكر عليه ربع كوبايه ميه. اول ما الخميره بتجهز بننزل عليها بكوبايه زبادي وعليهم 3 معالق صغيرين من اللبن البودر او كيس صغير من اللبن البودر اللي هو الجاهز اللي في الكيس الصغير، وعليهم 3 معالق كبار من الزيت. هنا في تركه بحطها بتدي طراوه غير طبيعيه للبيتزا، وهو المايونيز. لكل كوبايه دقيق بحط معلقه مايونيز كبيره، ده طبعا اختياري مش اجباري. واحنا اصلا كنا حاطين له علبه الزبادي، فالزبادي بيديله طراوه عادي، لكن فعلا المايونيز معاه بيخلي البيتزا خرافه. ننزل عليه بكيس بيكنج باودر، نضرب المكونات دي كلها مع بعضها وبعد كده نجهز الدقيق. انا هنا قلت لكم مالكوش دعوه بالكميه اللي نزلتها بالدقيق عشان انا كنت مضاعفه الكميه. فاحنا هنتعامل ان احنا هنعمل 3 صواني، فمعنى ان هنعمل 3 صواني هننزل ب3 كوبايات دقيق بس. لكن انا هنا كنت نازله ب6 عشان انا كنت عايزه اعمل الضعف. معلش زهقتكم عشان بس اكد المعلومه. ال3 كوبايات دقيق عليهم 3 معالق زيت، عليهم كيس خميره فوريه، عليهم 3 معالق صغيرين لبن بودر، عليهم 3 معالق كبار مايونيز، وعلبه زبادي وكيس بيكنج باودر. هنا بقى هنبدا نحط البهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه زعتر. الملح حوالي ربع معلقه لو 3 كوبايات دقيق، وهننزل عليهم بحوالي معلقتين صغيرين من الزعتر، ونحط حوالي نص كوبايه ميه دافيه ونعجن ونشوف لحد ما العجينه معانا تتلم، لان هناخد بالنا ان في الاول كانت الخميره محطوطه في ميه، فمش عايزين نزود كميه الميه. فانا الكميه اخدت معايا حوالي كوبايه وربع ميه، فانتوا لو هتعملوا 3 كوبايات دي فهتاخد معاكم حوالي نص كوبايه ميه، وانتوا برضو عينيكم تشوف. المهم العجينه تتلم معانا. واهم حاجه في عجينه البيتزا انها ما تبقاش يعني ما بتلزقش في ايدينا، لا احنا عايزينها تلزق، يعني لما تلميها كويس جدا وتعجنيها تلاقيها فيها لزقه بسيطه في ايدك. وطبعا لو ما عندكيش عجانه ممكن بتقعدي تعجنيها على ايدك عادي خالص، بتاخد عجن من 10 دقائق لربع ساعه. معلش هتتعبي شويه، بس عشان العجينه بتاعتنا تنجح وتبقى طريه بنزود العجن فيها. انا هنا في العجانه عشان هي سريعه فاخدت لها عجن حوالي 10 دقائق، انت ممكن على ايدي تاخد حوالي ربع ساعه. زي شايفين انا بوريكم العجينه بتلزق ازاي في ايدي. احنا عايزينها اللزقه دي، لازم تبقى العجينه فيها طراوه شويه، ما تبقاش ناشفه ومليانه دقيق. هنا بقى هنغطي عليها ونسيبها حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع عقبال ما تخمر. هي في الشتاء بتاخد وقت شويه في انها تخمر، لكن في الصيف عشان الجو بيبقى حر فبتخمر بسهوله. هنا عقبال ما العجينه تخمر معانا هنبدا نجهز المكونات اللي هنحطها على البيتزا. اول حاجه الصلصه بتاعه البيتزا اللي بتحط على الوش، عباره عن معلقتين كبار من الصلصه اللي هي المعلبه، وشويه من الزعتر حوالي مثلا معلقه صغيره، ومعلقه ملح صغيره، وبنصب عليها شويه من الميه ونقلب ده كله مع بعضه يبقى صوص هايل. هنا خلاص كان عدى ساعه، زي ما انتم شايفين كده العجينه بتاعتي بقت هشه وخمرت، بقت كويسه جدا وبقت ناجحه الحمد لله. هنا بقى ببدا اقسم العجينه زي ما قلت لكم. احنا لو هتعملوا لكم ب3 كوبايات دي فاعملي 3 صواني احجام مختلفه. باخد اول قطعه كده وابدا ارش دقيق من تحت ومن فوق، وابدا بقى اعجن العجينه على الرخامه واعملها الشكل الدائري وانزل بيها على الصينيه. وطبعا بتحطي اي حشوه انت عايزاها. انا طبعا بحط الاول طبقه موتزاريلا وبعد كده انزل بالحشوات وبعد كده احط طبقه موتزاريلا تاني على الوش. الحشوه دي بقى طبعا انت حره فيها، فراخ، سوسيز، لحمه مفرومه، لحمه عاديه، تخليها عادي بالخضار كده بس، ما تحطيش اصلا خضار وتخليها جبن بس. هنا الصينيه دي هعملها بصوص الرانش. صوص الرانش انا نزلت لكم قبل كده شورتس، طريقه عمايله سهله جدا في البيت، خشوا شوفوها. بس صوص الرانش اهم حاجه بيتعمل مع الاسماك والفراخ بس،
اللحوم مبقاش لطيف. هنا كنت وريتكم ان انا حطيت طبقه موتزاريلا من تحت، طبقه الموتزاريلا بتاعت فوق ما بحطهاش دلوقتي، بحط الحشوه بتاعتي عادي وادخلها فرن حامي في الرف اللي في النص، بتاخد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه. اول ما الاقي ان الطبقه اللي تحت زي ما انا وريتكم كده انها بدات تحمر شويه، ابدا اطلع الصينيه واحط طبقه الموتزاريلا تاني وادخلها الفرن حوالي من 5 دقايق ل 10 دقايق عشان الجبنه تسيح. لو هتعمليها بصوص الرانش هطلعها من الفرن عشان تحطي الجبنه الموتزاريلا، بتحطي الاول صوص تاني من الرانش على الحشوات من فوق، تنزلي عليها بالجبنه الموتزاريلا وتدخليها الفرن عشان الجبنه تسيح. يعني كده اخر طبقه من الجبنه اللي احنا بنحطها دي يستحسن نحطها بعد ما العجينه تستوي شويه معانا، عشان لو حطيناها من الاول هنلاقي ان الجبنه معانا بدات تشد وبدات تحمر قوي ومتبقاش حلو. كمان شايفين كده الجبنه لما دخلتها في اخر 10 دقايق هتلاقوا لونها كده حلو وبتمط وجميله، ولا اتحرقت ولا نشفت. وبجد مش قادره بقى اقول لكم على العجينه، طريه وجميله جدا. طبعا البيتزا كانت طالعه من الفرن وكانت سخنه جدا فمش عارفه اوريها لكم، حاولت اقطعها لكم بالسكينه بوريكم قد ايه الموتزاريلا بتمط وحلوه والعجينه طريه جدا وهشه جدا. طبعا اللي وريتها لكم من شويه دي كانت اللي هي بصوص الرانش، دي بقى اللي هي بالصلصه عادي، هي برضو نفس الطريقه زي صوص الرانش. لما بتبدا تخش في السوا بطلعها واحط الجبنه على الوش. بجد طعمهم هما الاتنين ولا طراوه العجينه، بجد حاجه كده خطيره. معلش لو كنت طولت عليكم الفيديو شويه، بس انا حبيت يعني اوريكم كل تفصيله ازاي عشان توصلوا لبيتزا ناجحه. اهم حاجه بس لما تيجي تحطوا الجبنه في اخر مرحله ما تكونش البيتزا من تحت احمرت، لا تكون بدات تخش في السوا، يعني بدات تبقى عجينه فاتحه كده، علشان لما نيجي نحط الموتزاريلا ما نزودش تسخين تاني فتتحرق معانا. فيلا بقى تشجعوا واعملوها، بجد مش هتشتروا من النهارده بيتزا من بره تاني. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم لان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا ريت يعملي سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.